السلام عليكم اعزائي المغاربه والمصريين في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الفضائي. وحلقه النهارده هي حلقه مهمه جدا عشان نتكلم فيها عن مباراتين مهمين قوي بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للوداد المغربي، اخر مباراتين قبل اللقاء القوي، اللقاء العملاق ما بين الوداد والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. فقبل ما نبدا الحلقه، لو انت بتتفرج علينا اول مره ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، وكمان تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بيها اشعار. ويلا بينا نبدا الحلقه. خلينا نبدا نتكلم على اول مباراه، وهي مباراه نادي الوداد المغربي مع المغرب التطواني. المباراه اللي بالمناسبه انتهت بنتيجه هدفين مقابل لا شيء لصالح الوداد المغربي، واكيد كانت بروفا كويسه بالنسبه للمدير الفني البلجيكي عشان يقدر يحدد هيعمل ايه امام النادي الاهلي في القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدا المباراه وانفراد في الدقيقه 4 للمغرب التطواني، ولكن بيضيع بعد تالق رائع من يوسف المطيع. يوسف المطيع اللي اتفرجنا عليه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الراجل اللي عامل اداء رائع جدا بالنسبه لحراسه مرمى الوداد المغربي، وبعد اصلا ما الكوره تم صدها من الحارس بيتم احتسابها اوفسايد. الوداد بيبدا يفوق في الدقيقه 8 تقريبا، عرضيات كتير بقى ورأسيات اكتر من لاعبي الوداد المغربي. ولو ركزنا على حاجه في المباراه دي بالنسبه لهجوم الوداد المغربي، اكيد هنركز على العرضيات اللي تقريبا عدت ال 15 عرضيه في المباراه، وحرفيا كانت يعتبر كلها خطر ولكن بدون اي استغلال صحيح من مهاجمي الوداد المغربي. الكره تيجي في العرض من حميد احداد، كره تعلى شويه من ايوب العملودي، وهكذا لحد ما بتنتهي المباراه. حرفيا كل العرضيات مش قادر الوداد المغربي ان هو يستغلها، وحتى الهدفين اللي جم ما جوش من عرضيات مع كميه العرضيات اللي بقول لك عليها دي. بيبدا الوداد المغربي يعود ويتالق ويفوق في الدقيقه 8 تقريبا، وراسيه قويه جدا من ايوب العملود، ولكن بتعدي العارضه لحراسه مرمى نادي المغرب التطواني. بنخش بعد كده على حميد احداد، اللي انت لو ما تعرفش ان هو بالمناسبه مش هيشارك في المباراه اللي جايه بسبب تراكم الانذارات. راسيه ثانيه في الدقيقه 11 وبتخبط في العارضه، وزي ما بقول لكم راسيات وعرضيات الوداد المغربي خطر جدا، ولكن الاهم من كل ده ان هي بدون جدوى. يا اخي سبحان الله، حتى رميات التماس بتاعه الوداد المغربي كلها بتتلعب جوه منطقه الجزاء، قصدي اللي هي ناحيه المنطقه بتاعه الخصم او بتاعه المنافس، كلها بتتعمل عاليه لجوه منطقه الجزاء عشان يقدر يستغلها مهاجمين الوداد بالراسيات. كثافه دفاعيه من الوداد وحاجه رائعه جدا بالنسبه للارتداد من الهجوم للدفاع. وزي ما هم ممتازين في الراسيات وفي الالعاب الهوائيه، هم ضايعين حرفيا بالنسبه للالعاب الارضيه وبناء اللعب. الوداد المغربي واجهوا مشاكل كتير قوي بالنسبه للجانب الدفاعي على الارض خصوصا، وحرفيا المغرب التطواني كان قريب قوي ان هم يسجلوا هدف او هدفين كمان، ولكن طبعا في ظل وجود الحارس الرائع بالنسبه للوداد المغربي يوسف المطيع، اللي اكيد هنتكلم عليه كتير جدا وخصوصا في المباراتين اللي جايين. الغريب بقى في كل ده ان بعد كل العرضيات دي الهدف الاول بيجي من امين فرحان بعد تسديده من بره المنطقه بتوصل له جوه المنطقه وبيسددها بشكل رائع على يمين حارس مرمى المغرب التطواني. وهو ده الغريب بقى، انك السلاح اللي انت مركز عليه وطريقه اللعب اللي انت قاعد بتلعبها طول المباراه مش هي اللي بتخليك تسجل الهدف. المغرب التطواني بيبدا يدرك ان هو بيضيع المباراه من ايديه بعد الهدف الرائع في الدقيقه 57، ولكن برضو الوداد بيكمل على كده وبياخد فاول من بره منطقه الجزاء. بيبقى على التنفيذ يحيى عطيه الله اللي بيسجل الهدف الثاني للوداد المغربي تقريبا في الدقيقه 75 او 76، وخطا غريب من حارس مرمى المغرب التطواني. الراجل بعد ما الكره اتلعبت من يحيى عطيه الله، كانت تسديده يعني ولا هي قويه قوي ولا هي ضعيفه قوي، الراجل بيصد لجوه منطقه الجزاء او بيصد لجوه المرمى، وبالتالي بيتفوق الوداد المغربي وبيفوز بالمباراه دي بهدفين مقابل لا شيء. لو هنتكلم على حاجه ايجابيه بالنسبه للوداد المغربي، هو الارتقاءات الرائعه بتاعه اللعيبه بتاعته جوه منطقه الجزاء، سواء كان في الجانب الدفاعي او كمان في الجانب الهجومي. النادي الاهلي كان بيمتاز بالحاجه دي في الفتره الاخيره، ولكن من فترات كبيره جدا الاهلي كانت اقوى نقطه ضعف عنده هي الارتقاءات، وهي كمان الرقابه جوه منطقه الجزاء، سواء كان في الجانب الدفاعي او كمان استغلال الكرات اللي بتتعمل له في الجانب الهجومي. على الجانب الثاني بقى، مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا حرفيا هي مباراه عكس تماما مباراه الوداد مع المغرب التطواني. الاهلي هو الراعي الرسمي لتضييع الفرص بعد فرص كتير جدا وكبيره جدا للاهلي المصري، بيفوز بنتيجه هدف واحد بس مقابل لا شيء. واقول لك على حاجه، ابسط حاجه ممكن تتكلم عليها في تضييع الفرص هم فرصتين كهربا وفرصتين بيرسي تاو. الاثنين دول لو كان منهم جه على الاقل فرصتين كنت هتكسب بالميت قوي 3 اهداف مقابل لا شيء امام سيراميكا. الاهلي بدا المباراه زي ما انهى المباراه، زي بين الشوطين زي اي وقت في المباراه، 90 دقيقه استحواذ كامل للنادي الاهلي عدى ال 70%. سيراميكا كليوباترا ما كانش موجود سواء كان في الجانب الهجومي او كمان في الجانب الدفاعي اللي كان شويه بيرتبكوا، ولكن الفكره كلها انك لما بتلعب ب 11 لاعب تحت الكره بيبقى من المستحيل انك يتم اختراقك، وبتبقى الدنيا صعبه قوي حتى لو بتلاعب مين قدامك. الدقيقه 25 من ابرز الدقائق بالنسبه للشوط
الاول في المباراه 1 2 بين حسين الشحات وكهربا، وبتوصل لكهربا اللي بيسددها بشكل غريب قوي في السماء. برده تمريرتين 3 تاني في الدقيقه 33، وبرده محمود كهربا بيسدد بطريقه غريبه بشماله ضعيفه في ايد الحارس. بناء لعب قوي بقى، ولعب على الارض رائع، وتحركات مش طبيعيه بالنسبه لبيرسي تاو الجناح اليمين للنادي الاهلي. الراجل كان دايما مفضي مساحه لمحمد هاني اللي كان دايما برده بيطول وبيمد لقدام وبيحاول يشكل خطر بالنسبه للجانب الهجومي. والاوفرات اللي اتعملت اللي تقدر تقول ايه 6 7 اوفرات ما كانش ليهم اي 30 لازمه، طبيعي و100% مستحيل تستغلهم، لان حمدي فتحي مش موجود، وكمان محمد شريف مش موجود، ومحمد عبد المنعم المفروض ان هو بيطلع، يعني ما كانش بيطلع المره دي، وانت ما كنتش محتاج ان هو يطلع عشان ما يجهدش وعشان كمان ما يشكلش اي خطر، سواء كان بقى بالتحام او باصابه او اي حاجه من الكلام ده. وطبعا في ظل كل ده ما نقدرش نبخس بحق مصطفى شوبير الحارس الرائع اللي كان عامل مباراه قويه جدا، بغض النظر ان الراجل جه عليه هجمه او هجمتين ولكن تعامل معاهم بشكل كويس. واكيد الهجمه الابرز هي الهجمه بتاعت صلاح محسن، الراجل كان عايز يحطها تشب فوق مصطفى شوبير ولكن بيصدها بطريقه رائعه، وبيفكرنا بقى بالعملاق الكبير احمد شوبير. وبتفضل المباراه كده ماشيه غريبه قوي بالنسبه للنادي الاهلي، بيضيع هجمه والثانيه والثالثه، ولكن حسين الشحات بالهدف البراند او التريد مارك لشيحه حسين الشحات بياخد الكره اللي بره منطقه الجزاء من ناحيه الشمال، وبيسدد كره قويه جدا من جوه المنطقه في الضيقه اللي دايما بيعملها ويسجل الهدف الاول والوحيد للنادي الاهلي. حاجه مهمه لازم نتكلم عنها في مباراه امبارح بتاعه النادي الاهلي، محمد شريف ونزوله اللي كان مشكل خطر كبير جدا على سيراميكا كليوباترا. الراجل بدا يفوق بنسبه كبيره جدا، وتحركاته بقت قويه جدا ورائعه جدا في الفتره الاخيره، ولكن حضرتك بتلعب جنب احمد عبد القادر، فخلاص يعني التريد مارك الرائع بالنسبه للحنكشه وتضييع الفرص. الراجل بياخد الكوره عادي يسرح مع نفسه، مش قادر يستوعب ومش قادر يفهم ان هو غلط وانه لازم يلعب لعب جماعي، لانه بالمنظر ده مستحيل ان هو يكمل مع النادي الاهلي مهما كانت مهارته واصله لحد فين. وبس يا سيدي، بعد الفرصتين الضايعتين لبيرسي تاو في الدقائق الاخيره او في الدقائق الاضافيه من الحكم بتاع المباراه، بتنتهي المباراه بنتيجه هدف مقابل لا شيء لصالح النادي الاهلي. وبكده عزيزي المشاهد بتنتهي حلقه النهارده. انزل تحت في الكومنتس ما تنساش تتوقع مباراه النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي هتخلص كام، واكيد برضو لازم تقول لنا مين هو بطل النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه لازم تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بقى اشعار. اوعى تنسى تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو. اخيرا دمتم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.